السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل هنوريكي ازاي تركبي الحلق بتاع الشريط، عشان سألت كذا مرة بتركبي شريط الحلق ازاي. فانا هوريكي ازاي بيتركب الحلق بتاع الشريط اللي طالع موضة اليومين دول. اولا هتركبي الشريط العريض ده في ستارة عادي، هو ينفع مع اي نوع ستاير، قطيفة، قماش، ترجال، شيفون، اي نوع قماش بيتعمل بيه الحلق. فانا هوريكي ازاي بيتركب الحلق ده. الاول هتركبي شريط كده عادي في الستارة، وبعدين هتحطي الحلق. اولا قبل اي حاجة لازم يكون العدد زوجي في الستارة. عدد الحلق لازم يكون عدد زوجي. مكان عندك صغير مش هتعرفي تعملي، هتقسميها زي ما انا قسمتها في اول الفيديو كده اهوت، وعلمت علامة على النص بالظبط عشان اعرف احط واعرف اعد الحلق. وهيبقى المقاس زي ما وريتك كده هنا بايدي بالظبط. هتحطي سواء ايديكي وهتحطي حلقة بعد ايدك، يعني كده تعتبر يعني تقريبا 10 سنتي. عايزة اوسع هتحطي، عايزة اضيق برضه هتحطي، بس ده المفروض يعني ده المناسب اللي هو تقريبا 10 سنتي ما بين كل واحدة وواحدة. وبعدين هتعلمي كده اهوت، هتحطي الحلقة توسطنيه وتعديه وتظبطيه الاول، وبعدين هتعلميه كله كده اهوت زي ما انا معلماه بالقلم. هتخلصيه كله وبعدين كده هتشيل اهو. بعدين هتجيبي النص التاني، طبعا انت عدة، هتجيبي النص التاني وهتحطي برضو الحلقة كده. ما عندكيش زي ما انا عندي كده ترابيزة كبيرة، ممكن على ترابيزة السفرة ممكن على الارض، مفيش اي مشكلة. المهم هيكون في الاخر عدد زوجي. لو هتحطي برضو تحطي وتوسطني وتظبطي كده في الاول خالص، وبعدين هتعلمي بالقلم توسطني الشغل بتاعك كويس، وهتعلمي بالقلم عشان تحطي عشان تقصي عليه يعني. وطبعا هتقصي الشريط بالقماش، ما انت مخيطه الشريطه في القماش. عندك بقى المكوه دي بتاعت الستاير، خير وبركه. ما عندكيش هوريكي ازاي تقصيه بايديكي من غيرها. خلي بالك لو عندك المكنه دي او المكوه دي، خلي بالك انها بتبقى سخنه خالص، او يكون عيل جنبك ولا حاجه لا قدر الله. طيب انا ما عنديش المكنه دي، هعمل ايه؟ هتجيبي زي ما انا جايبه كده اهوت الستاره على الحلقه اللي انت عاملاها بالقلم، توسطنيها وتقصي حواليها. وبصي وسطنتيها وظبطتي. خلي بالك الا تقصي الستاره او حته من القماش التاني عليها. انت تمسكي ايدك كويس كده. شفتي قصيتها بطريقه دائريه بقت تقريبا زيها. هعمل لك واحده تانيه عشان تشوفيها اهو. بوريكي الحلقه اللي انا مخيطاها اللي انا عملتها بالقلم. هتوصليها من ناحيتين كده، وهتقصي حواليها يعني اكبر منها بسنه كده اهوت. شفتي؟ هتخلصي بقى باقي الشريط كله او باقي الستاره اللي انت عاملاها كلها، وبعدين هوريكي ازاي بتركبي الحلق. ما فيهاش اي حاجه، سهله وبسيطه جدا، اي حد يعرف يعملها ويقدر يعملها. ما تخافيش، ما هياش معضله يعني. هو ده الحلق بيجي بالشكل ده. هتفتحيه بسكينه، بمفك، باي حاجه اللي في ايديكي تعرفي تفتحي بيه. هتحطي جزء تحت اللي فيها الدايره البيضه دي، وتجي من فوق واحده تتكي عليها. خلاص كده خلصت. هتركبي كله وتعيدي عليه تاني كله، تتكي عليه جامد كده هو كله، عشان خاطر ما تكونش واحده مش متكي عليها جامد مفوته شويه، لا تتكي عليها جامد عشان تبقى ثابته. بصي معموله ازاي، واحده تحت وواحده فوق وهتتكي. مفيهاش اي مشكله، مفيهاش اي حاجه. كده يبقى خلص الفيديو بتاعنا.
ما تنسيش لو عجبك تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كده هنركب كله. على فكره ممكن الموضوع ده ينفع في ستاير الشيفون، ينفع في ستاير الترجال، ينفع في ستاير القطيفه زي ما انا موريتك كده اهوت. في اي نوع ستاير هيعمل او هينفع الموضوع الحلق ده. هوريكي برضو الستاير اللي الترجال المعمول بيها. كده بعد ما خلصنا بصيهم، بصي معمول ده حلوين ازاي. كده بعد ما خلصوا الحلق تبقى بالشكل ده. هنا دي ستارة اهي ترجال معمولة نفس النظام. انا بس بوريكي ان هو بينفع في اي نوع ستاير. ممكن على فكرة لو عندك ستاير قديمة وعايزة تجدديها وتغيري شكلها بتتعمل. لو ستاير معمولة بشريط عريض هتفكي بس الخيط بتاع الستاير اللي هو معمول كشكشة، تفكيه تفرديه وتركبي الحلق ده. كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، وان شاء الله نتقابل قريب في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.